المطرب العراقي المتألق دائما محمد السالم. طبعا بقول لك مليون مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك ونورتونا طبعا. ربنا يخليك، ده نورك. انا عارف ان انت بتغني في الفيلم مش كده؟ يعني فقط ما بتمثلش. اغنيتين فقط. اغنيتين إن شاء الله. جميل. طب قول لي ازاي جت مشاركتك بقى في الفيلم؟ والله طبعا انا سعيد بهاي التجربه، وتجربه جديده بالنسبه لي، وصارت عن طريق امينه. لان امينه علاقتي بها عملت معاها دويتو قبل كده طبعا. علاقتي بكابتن على رجلها كويسه، فهو اللي عرفنا على استاذ مدحت. جميل. طيب كلمني عن الاغنيتين بقى، الفكره بتاعت كل اغنيه ايه؟ الاغنيتين ما لهمش دعوه بالفيلم، يعني خالص؟ كلام عراقي، كلام عراقي بحت، يعني ملوش دعوه بالفيلم مصري. عراقي. عراقي. هو عامل ميكس، ما اعرفش يعني ربطهم ازاي. طب قول لي فكره الاغنيتين ايه بقى؟ كلام عراقي، والكلام واحده اصبح وامس اسمها، والثانيه اسمها مثل الطير الطاير. ما اعرفش هو لسه حنشوف الفيلم، مش عارف ربطهم ازاي. جميل. طيب يعني انت يعتبر طالع بشخصيتك الحقيقيه كمطرب يعني. محمد السالم. وباسمك كمان. محمد السالم. طب جميل. الحمد لله. طب قول لي بقى الاغنيتين كلمات مين والحان مين؟ مختلفين، الحان علي جاسم، وكلمات شعراء عراقيين، وتوزيع في العراق. يعني حاجه عاملينها من 5 سنين. جميل. عاملهم انا. يعني هم اصلا اغاني عندك وانت غنيتهم في الفيلم؟ للفيلم، هو طلب مني حاجه انا عملتها. جميل. طب سمعني بقى حاجه من الاغنيتين. الصبح ومسي على الناس الحلوه، على الضحكه علي كل شيء ما تسوى، يعني كده مش هنعرفهم. جميل. طبعا يا محمد انت غنيت باللهجه المصريه مش كده؟ غنيت بس لسه ما نزلتها. يعني مستني شوي. ليه بقى؟ خايف؟ خايف طبعا. ليه؟ السوق مش قليل طبعا، السوق المصري، بس ان شاء الله هنزلها باذن الله. بس اللهجه المصريه قريبه من كل المطربين الوطن العربي طبعا. طبعا. يعني اكيد من وانت صغير بتغني لعبد الحليم، عبد الوهاب. طبعا افلامها عندنا في كل بيوت. عادل امام في كل حته عندنا. طبعا قدمت دويتو جميل مع امينه وكسر الدنيا، احنا الشباب مش كده؟ احنا الشباب ومزه مصريه. ومزه مصريه. بصراحه يعني شايف يعني انهي اغنيه اللي حققت نجاح اكبر؟ مزه مصريه. مزه مصريه. الثانيه يعني التكمله الاولى. الحمد لله عملوا كتير حلو. طيب فكرة انك تعمل دويتو مع مطربة مصرية، يعني الفكرة جت ازاي؟ دي فكرتي. يعني من اول فكرتي. حتى الكلام في فكرتي من زمان عمله ده. فنفذته لما جاء الوقت المناسب، نفذته. ليه اخترت امينة بقى تحديدا؟ قريبة مني. يعني تحسها شعبية كده، الاغاني الشعبية الجميلة. دمها عسل. جميل. وهي معاك في الفيلم برضه. الفيلم مغنية كمان. مغنية وممثلة هي، ما اعرفش. لكن التقيتوا في الفيلم ولا ما جمعكوش اي مشاهد؟ لا التقينا بره الفيلم. بره الفيلم. انتوا اصدقاء طبعا. اصدقاء طبعا. جميل. جوزها صاحبي حبيبي. كابتن علاء. هي فنانة جميلة طبعا. طبعا عسل. طب قولي انت عايش فين بقى يا محمد؟ انا في دبي. دبي. يعني مقيم بشكل مستمر في دبي. مستقر في دبي. ليه اخترت دبي؟ والله بقى لي 14 سنة يعني بين دبي ومصر. يعني هنا وهنا. ناوي ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون في مشاريع اكتر في مصر، حفلات؟ باذن الله باذن الله. لازم ضروري. ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا بتقول ايه لكل الجمهور اللي بيحبك من خلال شاشة الشرقية وبرنامج هوليود الشرق؟ طبعا الشرقية غالية على قلوبنا، هم سباقين بكل مكان. احب اقولهم طبعا كل اللي ينورونا على العين وعلى الراس، وان شاء الله القادم افضل. ان شاء الله. مليون مبروك يا محمد، وان شاء الله دايما كده كل اعمالك جميله. امين يا رب.